تخيل، أقوى دولة في العالم بتستنى رد من إيران؟ أيوة، أمريكا هي اللي مستنية. الهدنة كان المفروض تخلص، لكن فجأة ترامب مدها لأجل غير مسمى، وكأنه بيقول مش مهم إمتى، المهم ما نضربش دلوقتي. وفي نفس اللحظة نائب الرئيس قاعد في الطيارة مستني إشارة واحدة بس عشان يطير ويبدأ مفاوضات، لكن الإشارة عمرها ما جات. ليه؟ لأن إيران ببساطة طنشت، عملت سين وما ردتش على أي عرض. والأغرب إن الأمريكان كانوا بيضغطوا بكل قوتهم عشان يجيبوا رد، أي رد. طب إيه اللي مخلي إيران بالهدوء ده؟ هنا القصة بتتقلب. في طهران في حرب تانية شغالة، بس مش بالصواريخ، حرب جوه النظام نفسه. في تيار عايز حل يخرج من الأزمة، وفي قوة تانية أقوى رافضة أي تنازل، الحرس الثوري. دول مش بس رافضين، دول بيسيطروا على المشهد كله، لدرجة إن القرار الحقيقي ما بقاش في إيد السياسيين، والمعادلة بقت واضحة، مفيش ثقة ومفيش استعجال. وعشان كده لما أمريكا تمد إيدها الرد بيكون بارد، لأن القاعدة عندهم بسيطة: لو صافحت أمريكي عد صوابعك بعد ما تمشي. وهنا حصلت المفاجأة. لأول مرة أمريكا نفسها بدأت تتراجع، مش صفر تخصيب زي زمان، لا، عرضوا تجميد لسنين طويلة، تنازل واضح وصريح. لكن إيران ردت ببساطة: كتير. وده كان لحظة التحول، لأن اللعبة بقت مش مين أقوى، اللعبة بقت مين عنده صبر أطول. دلوقتي ترامب واقف في موقف غريب، لا هو قادر يتقدم ولا ينفع يرجع. والسؤال الحقيقي مش مين هيكسب، السؤال مين هيستحمل أكتر. هل أمريكا تقدر تكمل تحت الضغط، ولا إيران هتفرض قواعدها بالكامل؟ قول لي رأيك، دي بداية صفقة ولا بداية مواجهة أكبر؟